مبروك يا همام. الله يبارك فيك يا صالحة. عروسة زي القمر. طلع لعمتك. اتمسوا بالخير، مبروك. تعالي يا ولد النعمة، اقعدي. تعالي يا حبيبتي اقعدي، محدش غريب، جوزك ومرت جوزك ما تتكسفيش. ايوه كده، عايزكم تحبوا بعض وتتعودوا على بعض. والله ربنا اللي يعلم، خالتي صالحة عندي زي امي. اتفرج على الحديد اللي يفور الدم، ولما قوم لك دلوقتي شندل بالك. قصدها في المقام مش في السن. لا عاوزة مقام ولا تربة، انا عارفة كهن البنات. بص يا ورد اليوم، من اول دلوقتي تقولي لها يا صالحة بس. وبعدين في قلة القيمة دي عيلة معاها انا. طب اعمل ايه؟ طيب اقولها ايه؟ حيرتيها معاك يا صالحة، تقول لك ايه طيب؟ قلت لها قبل كده ما تقولش حاجة، مش لازم تقول يا كذا، تقولي كلام وخلاص. صباح الخير صباح النور، كأن ربنا ما خلقليش اسم. ارتاحوا. حاضر. جدع جدع يا ورد اليمن. يعني هي جدعة وانا راكبني عفريت؟ اهدي يا صالحة اهدي، خلي بالك طويل. ما تقولي اكبر وعجل احسن، كبرنا الحمد لله وما عجلناش. خشي يا بنت اوضتك عشان بعد عنك هنتكلموا كلام عواجيز. خشي. ما تناميش يا ورد اليمن، شوية كده وجايلك. وشوية ليه؟ قوم قوم دلوقتي روح لها. حاضر. مطرحه، محدش يمتعتها من مكانه. بص اقف. ايه رجال الخرعه دي؟ قالوا لك خد رجاله كتيره معاك، عملت فيها سبع. ايوه سبع، ولو واحد ما عرفش احمي عروستي ولا ايه؟ طب قابل يا سبع. انت مين؟ بعد عن طريقي، انا سند الهواري. خافوش، انا ما اذيش الحريم. اقطع النفس. بعد عن طريقي قلت. ايه؟ ما تعرفش انا مين؟ ولو كنت نازل من السماء او طالع من الارض. ايه؟ سمعتش عن جابر؟ ورانا 100 راجل. وانت مش راجل ولا ايه؟ وريني. يا ولدي لو عاوز ده خد وسيبنا، احنا معانا حريم. دافع عن حريمك يا سبع الفلا. سيبنا وخد حسنتك. هرمي لك 3 حتت ذهب على الارض، توطي تاخدهم بالادب وتبوس رجلي وتمشي من غير ما اذيك. اوطي. هاك من خلاني وسط الجبل حي، ولا جعلني خزع ولا ني. كنت ناوي اسيبك انت وحريمك لحال سبيلك، لكن قلة رد الجواب بدعة. سيب حريمك وارحل. انت ما عرفنيش. هتمشي انت ولا روحك تسبح عند اللي خالقها؟ نجي، انا صبري قليل. هتعمل ايه؟ شايف دي؟ انا هرميها من هنا المطرح ما ترسي. لو نزلت على الارض وانت لسه موجود اخد روحك. بسم الله. يا ابوي اعتق روحي. يا ني هتسيب ابوك وعروستك تفوق. طب استنى، ابوك هتهج وتسيبني. نخ. اوعى تنخ يا هلال. يا بنت جمالك هبشني. هلال ما ينخش غير بأمري. هلال؟ يعني الرجاله خافت وام صوت حنين ما خافتش. وريني كده. نخ. ما تنخش يا هلال. وبعدين يا ام الجمل هباش. نخ. ما تنخش يا هلال. وبعدين يا الله، قمر وراكبه هلال. اتحشم وارجع. يا بنت جملك هبشني والهبشه جت في العبايه.
رمان صدرك دوشني، خلى فطوري عشاية اتحشم قلت وارجع. وما رجعتش. هموت روحي. وكيف أمرت الجمل؟ متربي وعارف الأدب والأصول. عارف الأدب والأصول ولا الجمال عليه حاكم؟ ارجع قلت. وأنا مش أقل من الجمل إحساس. وأمريني وأنا تحت النظر والأمر. رجعني لبيت أبوي. أبوكي ولا عريسك؟ لا، أبوي. الحق يا سيدي، خير يا فضة في ايه؟ عاوزينك بره. راجل تحت عيبك ويلطم كيف الحريم. السماح يا شيخ العرب، السماح. خير يا ولدي، انت مين؟ انا اللي راد ربنا اكون مرسال الشؤون. انطق يا ولد، اطلق لسانك. انا كنت مع الرجاله احرس العروسه. ليلة طلع علينا وحش لابس صورة الناس، بعطر خيولنا وفرر الجدعان وخد العروسه والحريم. وما خدكش من ضمن الحريم ليه يا خبيع؟ والعريس وابوه طاروا من قدامه زي الناموس وسابوا جمل العروسه والخدم. ماشي ماشي يا رب الشوم، الزم مكانك. هي حصلت يا همام، بنته وعرضي. ولد عمك ظهره انكسر يا همام، والله ما اقدر اعيش في الدنيا يوم واحد لو بنتي ما رجعت. بدك هترجع يا اسماعيل، هترجع سليمة ونظيفة. مساعد امرك يا شيخ العرب. عاوز 50 راجل من غير قلوب رحيمة، مع 50 كلب من كلابنا الثعبانين، يقلبوا الطريق رملاية رملاية ويجلوا كل حجر في طريقهم قبل أذان العصر. لو قاطع الطريق وبنت أخوي ما بنوش هموتهم وابعت غيرهم، حتى لو خلصنا كلنا واحد واحد ما فضلش ولا نفر. فاهم؟ فاهم يا شيخ العرب. روح. يا همام انا هفضل واقف ابكي وانوح زي الحريم يا همام. بدك هترجع يا اسماعيل، وهو هتشوفه تحت رجليك حتت، وهتفرق كل حته من جسمه على طول الطريق عبره. يا ريتني طير واحوم الفوقي وانزل على المحبوب وبال الشوقي. يا ريتني طيرة وريشها هندي وانزل على المحبوب واجيبه عندي، وكأن جار قلبي بيدي وساري. خليك يا قلبي باللي فيك مداري. القمر عاوز مي؟ عندي كل حاجة. تحب تستريح شوي؟ لا، كمل طريقك. حاضر. بنت مين يا بدر التمام؟ ليلى بنت اسماعيل الهواري كبير الهمامية. ليلى طلع فيها القمر، خلى الغريب مجذوب. عمري ما سبت مطرحي ولا دخلت بيوت، لكن حكم الجمال نافذ.
السلام ورحمة الله وبركاته. لحد امبارح بس كنت والد الجبل وبقيت عبد العروسة. بنتكم اهي زي ما ربنا خلقها، نظيفة متصانة، لا قتلت يوم مرة ولا خوفت عيل. قطعت الطريق لاجل القوت والمال. لقيت عروسة بلا رجال قالت لي سوق بيا لحد بيت اهلي. لقيت نفسي ذليل وانا العزيز الشاب. سبت الجبل والامان ودخلت بيوتكم الغربة لاجل ما اسلم الامانة. روح شوف بنتك لون يا اسماعيل. اطمن يا ابوي، ليلى دوبك نظيف والغريب صانه، وكنت في الطريق ليكم في امان. عارف رجلك خطط فين يا جابر؟ طول عمري ما خفت لا من انس ولا من جن ولا من وحش، لحد ما شفت الاصيلة على الجمل. نخيه حلوانك ايه يا جابر؟ حلوان اللي قاطع الطريق يا شيخ العرب، حلوان ودمه. اختش اسماعيل، ده الجزات اللي حفظ عرضك؟ قاطع طريقه وخطب بنتي يا همام، عاوزنا سامحه. اتلم يا اسماعيل، عاوز تخالف طوع ولدي والله اموتك دلوقتي. جابر، انا استرجلتك وكبرت في عيني، والرجاله تعرف الرجاله وانت راجل. عاوز ترجع في امان الله ارجع، عاوز تعيش هنا وربنا يتوب عليك وتبقى في طوعي براحتك. هتنصف عليا قاطع طريق يا همام؟ اتأدب في الكلام يا اسماعيل، يا تقعد بأدبك يا تاخد بنتك وترجع بيتك. لكم الطاعة في رقبتي يا ابوي، لكن الضمير من تلاك تعكر. سلام عليكم. من غير سلام غور. قلت ايه يا جابر؟ قلبي خلاص يا شيخ العرب، عرف الخوف من ساعة ما شافها. خليني جاركم أعيش خدامها وأنول شرف النسب. طماع قوي ابن البركوب، ادينا لك الامان تطمع في نسب سيادك. اسمع يا جابر، اطلب المعقول. نسب هورة تنساه لانه محال، لكن تتوب وتقعد هنا في امان حقانك. طول عمري ملك نفسي يا شيخ العرب. ملك؟ امال يعني شايفك وحدك، لا معك عبيد ولا مال. امال هتودي النهايب فين؟ والله اللي فوق زادي بكفي غلة ما دقته وفرقته على المحتاج. يعني قلبك نظيف كمان. خليك عندي عشان ما اقبلش قاطع طريق في زماني. لو سبتك النهارده كلام رجوع بيتنا ما اسيبكش بكره. اديني بنت اخوك وانا توب. يا ملعون، قلنا لك خلي في عمرك فضار. ليك في رقبتي يا جابر، اسيبك يوم بالليله، بعدها دمك حلال. قلت ايه؟ ارجع مطرح ما كنت واكون عينك على الطريق. وليك عندي الزاد والمية والامان، تأمن لي المداخل والمخارج، ومعاك رجاله زي ما انت عاوز، وتبقى على الطريق حاكم. ولا حد شكى او غلاية غابت او قصبك كسرت، رقبتك تحت رجلي. مش عايز رجال يا شيخ العرب، كرامة ليك زي ما قلبي شاف الجمال سجد. انا رضيت. خد واجبك وارحل. روح للفرخ ولد عمك صالحه، لمه وما تبعترش شر الجرايم او عم نسن السكاكين على الرقاب. حاضر. صالحه واجرس عليه، عرف انك الكبير. حاضر حاضر. يهديكي ربنا يا بنتي،
وانا اللي ما يحمنيش ما اتجوزهوش، وغير كده ما عنديش كلام. سيبيها دلوقتي يا شمس، اللي فيها مش قليل. معوش حد ببيتي دلوقتي. واه يا اسماعيل، هتطلعني من بيتك؟ قلت معوش حد ببيتي. حرمان عليا بيتك ليوم الدين. يلا يا فاطمه. يا صالحه، اخوكي دمه فاير. مالياش اخوات، بعدي عني. فين البت؟ مالك ومال البيت؟ سايقه العوج ليه يا ليلى؟ ترضى تجوز راجل طار وسابني وسط الطريق؟ ترضى لبنتك تاخد اللي ما قدرش يحميها؟ ارضالك الموت لو مش نظيفه. عقلك مال يا ليلى. تتطلقي منه وانت بت ماشي، لكن لو جالك كلب بعد كده وقلت لا، هيكون اخر يوم في عمرك. فاهمه؟ سيدي شيخ العرب همام. قول لي المرسال ما ريحش انا يا شيخ اسماعيل اخش ولا خدها من قصرها واروح؟ اتفضل بيتك. وتزعل وتشوح وتمشي اختك من البيت. ليه كله ده يا ولد عمي؟ ولد عمك؟ ما كنتش نصرت قاطع الطريق على ولد عمك. كنت عاوز نقتله، اقول له ما دام رجعت بنتنا نظيفه تموت. معاك حق. لا، تسيبه حي يجيب سيرتها لكل عابر على الطريق. عارف لو كنا قتلناه كانت البلاد كلها قالت ايه؟ كانوا قالوا الهمامية قتلوا قاطع الطريق عشان عمل وسوى في بيته. اسماعيل، تعرف اللي بيني وبينك ايه؟ ايوه عارف. لا ما تعرفش. انت ولد عمي وجوز اختي واخو مرتي واخوي وصاحبي. مفيش مشوار في الدنيا خطيته من غيرك. نكرم الاكرمون ولا تاخدنا العزه بالاسم. طب لو كان قتلها كنت عملت ايه؟ ما رجعهاش، وسخها. لكن ده جه لحد عندك وقال لك بنتك اهي، وكمان خلصها من جوز ني، كان هيبقى عار على ظهرك العمر كله. انت فاكر ليلى دي بنتك وحدك؟ ما خافش عليها انا؟ ما هو لو عندك عيال كنت عرفت. ماشي يا اسماعيل، والله لو عندي عيل عندي 3 سنين بس كان هيبقى مخه راوي عنك وفهمني اكتر منك. نفسي اعرف انا صاحب تليس مليان زلط ليه. طب وصالح؟ لا، صالحة مش زيي. انا قدرت على نفسي وجيت لحد عندك وانت ما تستاهلش. صالحة لازم تروح لها لحد بيتها وتحب على جزمتها كمان، ولا مش هتخشي لك بيت. اخته انا عارف. لا ما عارفهاش. اختك كام سنة؟ 12 سنة. انا ربيت صالحة وعارفها زين. تعال اسمعين وصالحها. حاضر. السلام عليكم. ولا كنت بعرف هوى ولا للصبايا بميل. يا نار قلبي اتشوى من وهجة المواويل. يا نار قلبي اتشوى من وهجة المواويل. ويلي بدعتوا الغرام ما بدعتلوش ليه دواء يرد تاني المنام للي سهر وانكوى. يرد تاني المنام للي سهر وانكوى.
بقول لك. ايه الزيطه دي؟ سند الهوار يا شيخ العرب، جو 6 ليله. دخلوه. مرحبا يا شيخ العرب، انت كبرنا كلنا، والشيخ اسماعيل ما رضيش يرجعها لي. غلطان اسماعيل. هو يا ولدي خد نفسك، باين عليك تعبان. دلوك يا شيخ العرب، حد يقدر على قاطع طريق؟ طبعا لا. اديك قلتها، قطع فرطنا. معلش يا ولدي، ما هو لو بنتنا مع راجل كان حماه. والله عملت قد ما قدرت، حاربت وحدي لحد كل اللي حواليا ما مشوا، هحارب وحدي يعني؟ لا، ده حتى يدك توجعك وتحارب وحدك ليه؟ عشان مرتك طز، ده هيلا مرتك. والقدرة تغلب الشجاعة يا شيخ العرب. كنت وحدي وهو كان معاه 50. جدع جدع. انت عاوز ايه دلوقتي؟ عايز مرتي يا شيخ العرب. مرتك؟ قول لي الاول يا سند، يعني ايه راجل؟ الراجل راجل. صح، واحنا بنتنا لازم نتجوزها يبقى راجل. وانا ايه؟ انت كلب. اللي ما يحميش مرته يا سند يبقى كلب مقصي. يعني همشي من غير مرتي؟ ترضاها لي؟ لا، ما ارضاهالكش، تمشي بمرتك، بس الاول اطمن انك راجل وبعدين هبقى اديها لك. تطمن كيف؟ زي الناس، هتخش الاوضه دي واجي اطمن عليك. اخش فين؟ سأل. موجود يا شيخ العرب. هتعمل ايه؟ هقول لك هتعمل ايه؟ نزلني. دينا قاعدين نشوف ايه حكايه راجل دي. هقول لك نزلني مضروبك، هضربك، نزلني هقول لك. يا ابوي اول ما يقول انا مرض يرجع بيت ابوه، فاهم؟ بعد عني. حقك علي. 35 سنة في بيت همام، عمره ما قال لي كلمة عفشة. خلاص عاد ما تبكيش. تتردي من بيتك اسماعيل، يعني لو زهقت من هنا هروح لمين؟ خلاص ماليش خوات. بعد الشر، ده انت اغلى الناس. خلاص سماح، إذن أرضى عنك ما تزعلش ليلى. حاضر. ما تسيبش همام ولا يوم، خليك في ظهره زي أخوه. انت هتوصيني على صاحبي؟ أيوه، وهتسمع الكلام. حاضر. خير يا ابوي، مالك؟ قالوا لي انك تعبان. تعبان منك انت؟ مرتك حبلت ولا لسه؟ يوه، وبعدين يا ابوي؟ خبر ايه يا ولدي؟ مالك بتزعق كده ليه؟ عشان تعبت يا ابوي، تعبت قوي. تعبت من ايه؟ ايه؟ ما كلنا اتجوزنا كذا مرة، ما قلناش تعبنا. انت تعبت من ايه يعني؟ يا ابوي مش على التعب ده، تعبت بالكلام والحديد وحبلت وما حبلتش. وايه اللي يضايقك في كده؟ اسمع، لو دي ما حبلتش تتجوز تانية وتالتة ورابعة لحد ما تحمل. يا ابوي وانا عجل طلوقة هلف على الجواميس، ما ينفعش كده. لا، ما انتش عجل طلوقة، انت كبير هوارة، ولما غور انا واموت وانت تموت وراي كأننا ما قعدناش في الدنيا دي ولا يوم واحد. هيقولوا الله يرحمه يوسف خلف همام الله يرحمه ويسكت. يا ابوي قلت لك قبل كده دي حاجة في يد ربنا، وربنا عمل لنا بدل الصرفة 100 صرفة وبدل المرأة 1000 مرة. وانا ابقى الراجل الكبير اللي تف على كبر وعمال يتجوز في بنات صغيرة عشان يخلف. وتعمل حساب لمين؟ ما تدعي الناس كلها بالمركوب. مين احسن منك عشان تعمل له حساب؟ اعمل حساب لروحي يا ابوي،
لقيمتي لبسط الروحي. خلاص ربنا ما يرايدش، اسكت واصبر. لا ما تسكتش، عيان تتعالج، مربوط نجيب شيخ يرقيك، متجوز واحدة عطلانة تتجوز غيرها. غير كده ما فهمش. وانا مش هتجوز تاني، واللي عاوزه ربنا يكون. زهقت. ويا عمام عشان ما قدرش اقوم على حيلي واقول لك استنى تشوح في وشي وتمشي. يا ابوي يا ابوي، احب على يدك ورجلك، ما تتعبنيش اكتر من كده. هو انا يعني ما عاوزش عيال، انا اكتر واحد نفسه في عيل، بس مش كده، حرام عليك. روح يا همام روح، ربك كريم، روح يا ولدي. حقك عليا يا ابوي، ما تزعلش مني. بعد عني بعد عني. ليه عاوز تحرمني من فكة الدنيا؟ نفسي اشيلك عيل في حضني كده قبل ما اغور. عارف انا لو قادر اقوم على رجلي وتتجوز واحدة تاني واخلف منها عيل واستناه لما يكبر ويخلف لي الولد. طب ما تريحني يا ابو همام واعمل كده. طب انا ابو همام وانت ابو مين؟ ابو قلب هيحب اتجوز. اسمع، تخلي مرة من الاتنين تعمل لك طاجن بصل بالبيض وتفرك عليهم 3 جزات طيب وتخلطهم بالعسل وتخش على جديدة، هتخلف على طول. حاضر حاضر. أمك كانت دايما تعملها لي. دايما؟ دايما. امال ما خلفتش غير انا وسلام وشمش ليه؟ ايوه لاني ما كنتش احب البصل قوي. روح روح يا همام وربنا معاك. حاضر يا ابوي حاضر. رايح فين؟ رايح فين يعني ايه؟ داخل. داخل عندها تاني ليه؟ بقول لك ايه يا صالحه، انا ما ناقص. عرفت انك ظلمتني؟ ظلمتك ليه؟ لا جديدة نافعة ولا قديمة. خش يا بنت جوه. هتؤمر في بيتي وانا واقف يا صالحه؟ مش هعمل عليها كلمة، عرفت تجاوبك علي. خش قاعدك يا ولد ليون. حاضر. ولا العشرة اللي بينا، ولا انا ما عاوزت ازعلك قدام البنت الصغيرة كنت رديت عليكي، او تفكري عشان بحبك ان حسك يعلى، ولا تقولي من يخش ومن يطلع. لو ليكي في قلبي معزة يا صالحة، اوعي تحكريها بكلمة ما اقبلهاش. عمرك ما كلمتني كده. وانت عمرك ما زعجت في بيتي كده. سلطتك امال لو خلفت لك. خليتك بقيمتك وما رضيتش ارد عليكي قدام البنت الصغيرة، ما نفعش. تخشي قاعدتك يا صالحة، ما اشوفش وشك 3 ايام. هو في حاجة حصلت؟ بص يا وردة يا من، انا عاوزك تعرف حاجة.
صالحة دي ما هياش مرتي بس، دي كذا حاجة، مرتي وبنتي واختي. عاوزك تراعي معاها انها معايا من زمان، فاهمة؟ فاهمة. هوديها وخليكي في طاعة، حاضر. وانا ما هخليهاش تجور عليكي واصل. حاضر. بص يا صالحة، انا اسمي ورد اليمن. طبعا يا ورد اليمن وبلح الشام وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا. أنا نفسي في واكلة هي غريبة شوية بس أمي كانت تعملها. تؤمر أمر. طاجن بصل بالبيض، تفرك عليهم 3 جوزات طيب وتخلطيهم بالعسل الأبيض. بيض وبصل وعسل؟ أصلي راسي دايخة شوية، وأنا كانت لما راسي تدوخ أمي تعملها لي. اسم الله عليك. حاضر. وكتري البصل. حاضر. وحضر الطشت والبريد والغيار وحمل مية. حاضر. انتي مش فاضية؟ حاضر. ريحة ايدي دي ست ورد اليمن هتطبخ حاجة لسيدي ببصل في الليل وحكمت تعمل واحدة زي بعضه، عيلة صغيرة هتتعلم. حضر الطشت واللي برجل سيدك وانا هبقى حمل مي. عمولك مية غسلك. قوم يا فضة اسمع الكلام. حاضر. هو هيتسبح ولا هياكل اسم الله عليه؟ هياكل ويريح وبعدين يستبح. قادر ياخدك يا بنتي قبل ما يريح. إلهي ما يريحك أبدا يا بنت مناظر. اتفضل. ده ايه ده؟ اللي طلبته. الله يسامحك. طعمه حلو. دوقي. بلاش انت، كفايه انا. ده علمك البصل مع العسل حاجه يعني ما تتوصفش. يريح وبعدين يتسبح. ده اللي نجيتها بيدي، بس غيروها. منك لله يا شيخ يوسف، منك لله يا همام. همام، انت مش قلت انك مش هتبيت عندي 3 ليالي؟ وانا قلت ولا حلفت؟ لا قلت. يبقى خلاص هبيت هنا. ورد اليمن. ما انا بيت هناك وهبيت هنا كمان. طب بعد ريحتك بصل. اصلك ما عارفاش البصل مع العسل حاجه ما تتوصفش.